اهلا وسهلا بيكم في الموسم الثاني من محسوبة صح، وبنكمل كلامنا على صحة مالية عافية. ازاي نتعامل مع فلوسنا، ازاي يبقى عندنا تفكير ايجابي، وازاي نبقى لو في معتقدات معينة مأثرة على ان يبقى في صحة مالية كويسة نحاول نغيرها من دلوقتي. وانا كنت مع عمر صديقي اللي انا بعتز بيه جدا، ربنا يخليك. اهلا وهو وسهلا. زميل عزيز وماركتينج باك جراوند، ومش عايز يعني نتكلم. هو احنا كنا بندردش بره، مظبوط يا عمور؟ مظبوط وكنا مظبوط بنتكلم في موضوع مهم، مظبوط. فاكره؟ فاكر الموضوع. كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في ايه الفرق ما بين الغني واللي بيتظاهر بالغنى، وازاي ده بيتعامل مع فلوسه، وازاي اللي بيتظاهر بالغنى ده بيتعامل مع فلوسه بطريقة تانية خالص. الموضوع ده بقى من اخطر ما يكون. انا بعتقد ان الاساس، انا بسميها كده ايه، انت عارف العمارة بيبقى ليها عواميد. ففي ناس تيجي تسألك سؤال غريب شوية، يعني اللي هو ايه، استثمر في ايه او اعمل كذا. دي على فكرة سؤال جيد جدا ومفيش فيه مشكلة، بس لما تيجي تبص الاول، هو الاساس ايه؟ من ضمن الاساس والعقلية دايما اللي بنيجي نقول يا جماعة الصحة المالية بتبتدي بهدف. الهدف ده هو بيبقى المرجعية ليا لأي قرار. على فكرة بيبقى المرجعية في السوبر ماركت، بيبقى المرجعية لما باجي اخرج هنا وما اخرجش هنا، بيبقى المرجعية هصرف قد ايه. فلما نيجي نرد بقى ونشوف الفرق بين الغني واللي بيتظاهر انه غني، هو في سؤال قبليه شوية، هو يعني ايه غني اصلا؟ لان صح الموضوع شوية نسبي. يعني ممكن واحد على فكرة لو دلوقتي واحنا قاعدين نتكلم يقول لك يا سلام لو معايا 100,000 جنيه، مظبوط؟ مظبوط. في واحد تاني دلوقتي معاه 1,000,000 جنيه ويقول لك يا سلام لو معايا 100 مليون جنيه 100,000,000 جنيه. واحد تاني يقول لك يا سلام لو معايا 100 مليار جنيه. صحيح. فالقصة هنا في الغنى مش هتبقى على ان في زي ما بيقولوا كده ايه ابحاث ودراسات. لو احنا عايزين رقم عرفت على فكرة، يعني لما تشوف، ومن اكتر الدول اللي بتعمل سيرفي في الحاجات دي امريكا مثلا. امريكا تقول لك والله ده ايه الفرق بين الغني والثري بقى. يقول لك والله لو انت عايز تبقى من ال1% اللي هم اغنياء، فدخلك يبقى فوق ال500,000 دولار، وده بيسموه غني. الثري بقى يقول لك ده يكون عنده اصول اكتر من 5 مليون دولار ل10 مليون دولار فما فوق. فيقول لك الغني ده دخله ومعتمد على ايه؟ ان هو يعني يكون موظف كبير، يكون مثلا عنده مشروع بس هو لازم يروح يدير المشروع دوت عشان يطلع الفلوس دي. الثري بقى ده قصة تانية، ده عنده اصول، فهو لو نايم في بيتهم كده يروح ويصيف ويعمل اللي هو عايزه، عنده اوبشن يعني. فلما تيجي تبص نرجع بقى، هو يعني ايه غني كتعريف فلوس؟ هنتوه نسبي. في حل احلى بقى من ده كله، اللي هو ايه؟ الهدف اللي ممكن كل البني ادمين يتوافقوا فيه، اللي هو سموه الحرية المالية او الاستقلالية المالية. ان انا عايز ابقى مستقل ماديا. فكل تعريف كل واحد في الاستقلال المادي مختلف وبقى سهل. فانا عارف الاناف بتاعي او الكفايه بتاعتي، والكفايه بتاعي ممكن تبقى مختلفين بس مش مشكله، بس هنبقى مرتاحين احنا الاتنين. الحته دي يا عمور فيها حاجه شويه ولا عايز توضيح؟ لا، انا يعني بالنسبه لي واضحه، بس انا اعتقد ان يعني الثري اللي حضرتك بتحاول يعني توصله، ان عنده باسيف انكم يخليه بالظبط، دخل سلبي، دخل، مظبوط. بالظبط دخل سلبي يخليه يعيش مرتاح من غير ومالك وقته. مالك وقته وعنده اوبشن، بيسموا، وده مش السري بس اللي ينطبق عليه كده، اللي هو عنده استقلاليه ماديه كمان عنده كده. ولذلك اللي عنده استقلاليه ماديه مش هنقول ان هو يتوج مع السري لازم بقى يبقى بالمليارات، لا، عنده الاوبشن. فلما تيجي تتفرق بين اللي شكله غني او الجول بتاعه انه يبقى شكله غني، وان الهدف بتاعه يبقى عنده استقلالية مادية، باختصار شديد ده عايز يبقى عنده اختيارات. وانت عارف يعني ايه اختيارات؟ يعني انا ممكن نبقى النهاردة ابقى هنا او ممكن ما بقاش هنا. ممكن النهاردة عايز انزل الشغل ومش عايز انزل الشغل. ممكن يبقى عندي رفاهية ان انا اقول انا عايز الشهر ده اقعد كده مع نفسي كده، اروح البلد، اسافر، خلاص بقى، او وقتك ملكك بقى بقى. عندك اوبشن تقعد مع الناس اللي بتحبهم في الوقت اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه. اي.
دي استقلال. مش شرط يبقى اللي بيوصلوا لكده يبقى لدرجة الثراء، ولكن الحرية المالية ادت مساحة أوسع لكل الناس تحققها. مم. الحرية المالية ادت مساحة أوسع. فنرجع بقى للي احنا كنا بنتكلم فيه. فبلاش، تعال نقول ايه الفرق بين الغني واللي هو عايز شكله غني. عايز اقول الفرق بين اللي عنده حرية مالية وبيسعى انه يبقى عنده حرية مالية، واللي عايز يبقى شكله غني. تالي كده ممكن يبقى الايه الحوار ناخد وندي فيه. صح كده، تعريف واضح اكتر. انا عايز اقول لك بقى على حاجة بصراحة، وده يمكن اللي كنا بنتكلم فيه بره. مشاكلنا كلها يقول لك في مقولة كده، يقول لك ايه، الناس فقراء لانهم بيعملوا زي الاغنياء، والاغنياء اغنياء لانهم بيعملوا زي الفقراء. يعني دي مقولة حتى يقول لك عليها كده. الناس اللي بتحاول تبقى مقبولة في مجتمع ما، او تبقى يقول لك ايه، ما كل ما زي كل الناس، مشكلته ان هو طول الوقت عايز يبقى شكله غني. وهو بيجيب فلوس على فكرة، وبيروح يشتغل بفلوس عشان اشتري الموبايل ده، والدين عشان اجيب شكل العربية دي، ولما اجي البس البراند ده. ليه؟ عشان انا هبقى مقبول في وسط الناس ده هدفه. ايوه، هدفه انه يبان في صورة معينة، يبان بشكل معين قدام الناس. بالظبط. انت بسميتها كده واحنا بنتكلم مع بعض، دي فشخرة او الاحداث بقى سميتها ايه. بس هو للاسف الشديد هو ده هدفه يقول لك ايه، انا بشوف الاخر حاجة واكتر حاجة عشان. وتخيل ده بيشتغل بيتعب، واحنا اتكلمنا مرة في الحلقات وقلنا سميناها احنا طاقة حياتك. قلنا والله انت متخيل هتروح تشتري موبايل باسبوعين من تعبك في الشغل، صحيت بدري ورحت وبتاع، او هتروح تشتري قميص، او هتروح تخرج خروجه انت عارف دي تكلفتها قد ايه. فاللي بيقايد طاقة حياته عشان يبقى شكله غني هو حر. بس عندي ليه خبر، واحنا حتى قلناها بجزء الحلقات، انت مكتوب عليك تفضل شغال وما يبقاش عندك اوبشن لحد اخر يوم في عمرك. خلاص ده الديل، مفيش مشكله خالص. لان اللي بيصرف كل اللي داخل له، وبيصرف للي هيدخل له قدام كمان، بيتدين في حاجات كلها استهلاكيه. ده هو كمان بيتدين زي ما انت قلت. يعني تلاقي دايما ايه عنده عجز، ده ممكن يستخدم حتى ادوات دين غلط. مظبوط. او يبقى دايما بيستخدم الفيزا والحاجات ديت او ادوات دين في حاجات ان هو اكتر من ميزانيته. حتى ده حتى يا ريته بيصرف على قده عشان يبقى شكله يبقى غني. لا يعني في الاغلب اللي بيبقى كده بيصرف اكتر من قده شويه. اللي عنده حريه ماليه عنده حاجه مهمه جدا، عنده هدف. فدايما لما بيجي عنده قرار مرجعي كده لاي قرار يقايد، هو انا عايز بعد 7 سنين 10 سنين، خد بالك كل ما يبقى صغير في السن كل ما يبقى افضل. يعني يقول لك انا هاجي في وقت معين انا حر في قرار. فتلاقي دايما ايه، حتى يقولوا لنا كان زمان يقول لك اصرف على قدك. اللي زي ده ما ينفعش بقى يقول لك لا انا بصرف على اقل من قدي، وكل ما اصرف على اقل من قدي كتير كل ما اوصل لهدفي اسرع. ايوه صح. لان هو ايه، عايز يصرف على اقل من قده عشان يستثمر الجزء دوت او يدخره، عشان ايه بقى، في وقت ما الفلوس دي بتتراكم وتشتغل هي عنده. وده يعني احسن حاجه، احلى جول في الحياه ده احسن حاجه الواحد ممكن يوصل لها. بالظبط. انت سمعت انت على حته ان ايه، الفلوس شغاله عندك مش انت اللي شغال عند الفلوس. أيوة. ده بقى هيجي بقى في الوقت ما الفلوس تشتغل عندي. فانا مش طول الوقت بشتغل عشان الفلوس دي تجيلي، فبشتغل بيسموها باي تشيك تو باي تشيك، يعني من مرتب لمرتب او من دخل لدخل. لا انا الفلوس دلوقتي هتيجي في وقت من الاوقات انا هبقى نايم وهي شغاله، مش انا صاحي وعشان في الاخر اخد المرجعيه. بقى هنقعد بقى نتكلم، هو ده ممكن يتحقق؟ ممكن يتحقق طبعا. صح طبعا. طيب عشان ده يتحقق اعتقد، واحنا حتى كنا بنتكلم في الموضوع ده، لازم في حاجتين نشوف اللي بيفكر كده ايه عقليته عشان نشوف واللي بيفكر كده عقليته. اول حاجه، اللي شكله او اللي عايز يبقى شكله غني الفلوس بالنسبه له بيفكر تشتري ايه. يعني يقول لك ايه، لو جالي الفلوس دي تشتري ايه. عارف انت السؤال لو جالك مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ دايما هو السؤال تشتري بيهم ايه. اول حاجه بيجي في دماغ الواحد اصرفهم ازاي. اوكي. العقليه اللي هو المستهل. ايوه مظبوط. الراجل اللي عايز يبقى حر ماليا بيسال السؤال المختلف، ازاي لما الفلوس دي تزيد، ازاي الرقم ده يعلى. بص الاختلاف. عمرك سالت واحد مثلا، نادرا لما تلاقي الجواب ده، لو جالك 100 مليون جنيه هتعمل ايه؟
هتلاقي اول حاجه جبت بيت وجبت عربيه وجبت شاليه وجبت ايه وعملت مشروع، في الاخر كده برضه هيعمل مشروع عشان يشتغل ما هو هيعمل مشروع مضطر برضه هيتعب، يعني غاوي مرمطه، فاهم؟ ليه انما غلط؟ الراجل التاني اللي هو قال لك بقى، بص بقى تفكيره ازاي. عمرك بقى حد رد وقال لك ايه؟ لو جالي 100 مليون جنيه هحطهم في استثمارات عشان الفلوس ديت مع كل فايدة بتيجي عليها وكل ربح بيجي عليها تزيد، فبالتالي اقدر ابقى مرتاح ماليا اكتر، فما راحش يصرف بيها حاجه، او اقول لك هصرف بيها حاجه قليله والماجوريتي مثلا او الرقم الاكبر هروح ايه استثمره. ومش استثمره ايه، يقول لك ده ما بيشتغلش مش هروح اعمل مشروع، ده هيروح يستثمره وهو بيلعب الجولف بقى، يعني هتعلم جولف طبعا، انا ما بلعبش جولف بس بقى اكيد بقى هعمل مليون يعني. فدايما نظرة الاول حاجة تعرف الفرق، عشان انت حتى كمان او الناس تغير المايند سيت، تعرف الفرق بين اللي عنده هدف حرية مالية. نظرتي الفلوس مش بس بتشتري ايه، المفروض او الاغلب اقدر ازاي اكبرها. ده اول فرق استراتيجي. تمام، وفعلًا يعني أنا أعتقد إن أهم حاجة هي عقلية البني آدم في إنه إزاي يتعامل مع فلوسه، لإن أغلب الناس بتفكّر في إزاي تصرف الفلوس، هاصرفها في إيه لو معايا مبلغ، وقليل جدًا اللي بيفكّر إزاي يستثمرها وإزاي ينمّي الفلوس دي، وهُم دول القليلين، النسبة القليلة دي هي دي اللي بتنجح وفي الآخر بتعرف مظبوط توصل للي هُم عايزينه. مظبوط. طيب أنا كنت عايز أسأل، طب إيه الفرق ما بينهم يعني فرق في العقلية البني آدم في التعامل مع مصاريفه وديونه، ما بين حد عنده العقلية إن هو يقدر توصّله للنجاح وحد تاني ما يوصلش ما بقى يوصلش. خالص. هو خد بالك، هو الحلقة دي كلها على الأسئلة اللي انت بتسألها دي. انت بتشوف الفرق بين الاتنين ايه لما تيجي تشوف تراقب ده وسلوكيات ده وسلوكيات ده ايه. انت بتشوف مثلا الناس اللي ما عندهاش هدف غير ان هي الفلوس تيجي عشان تشبع رغبات معينة، هتلاقي دايما، ودي حاجة غريبة جدا ملوش علاقة بقى دخله قد ايه، هتلاقي دايما ممكن يكون عليه بيصرف اكتر من احتياجاته. دايما ممكن على فكرة عنده الفيزا عليه دين مثلا. إمم. وتستغرب جدا على فكرة. هو انا كنت مثلا، لو انا يعني مثلا انا كنت من 5 سنين دخلي مثلا اقل النص، دلوقتي دخلي زاد الضعف او 3 اضعاف او 4 اضعاف، بس النمط هو انا هفضل طول الوقت اصرف اكتر من اللي بجيبه. فانت انت هنا هتفهم الدماغ، هتفهم بقى العقلية دي ماشية ازاي. انا على فكرة القضية مش الدخل بتاعك قد ايه، قضية انت بتفكر في الفلوس ازاي، وبتلاقي نمط حياتك كله خلاص بقى انت شغال كده، عارف انت مش هنقدر نشبع ابدا. العقليات وتلاقي دايما على فكرة دايما هو كل الفلوس اللي بتعمله بيسموها شورت تيرم جولز، انا دايما بشوف الفلوس دي هتحقق حاجات فورية. العقلية التانية اللي هو سواء هو حقق الحرية المالية او في طريقه انه يحققها، هتلاقي دايما بيفكر في حاجتين، شورت تيرم او الاهداف القريبة المدى، اشتري ايه بالفلوس، وبكرة ايه اللي اقدر اعمله بالفلوس اللي جات لي دي عشان تزيد. بص هنا بقى ابتدى الاختلاف. فانا مش مستني بقى من شيك لشيك او من مرتب لمرتب، لا انا كده كده اللي هصرفه مخطط انه يبقى اقل من اللي بيجي لي. هتلاقي مثلا، ودي دايما حاجة غريبة جدا، احنا دايما بنقول يا جماعة اعمل ميزانية، فالناس دايما تقول لك ميزانية ايه؟ ده اللي جاي على قد اللي رايح. حلو، فانت مشكلة اللي جاي على قد اللي رايح ايه؟ انت قررت ان كل اللي جاي سواء هو كتير او قليل على قد اللي رايح. مضبوط. تعرف بقى ان في ناس اللي عندها ميزانية دي لما بيجي له دخل اعلى بيفضل ملتزم بالميزانية. انت شفت حد بيبقى كده كتير؟ مش كتير. هو بيقول لك انا دلع نفسي على طول، انا جالي فلوس زيادة دلع نفسي على طول. مظبوط. أيوه، ده أغلب الناس اغلب الناس. واللي بيعرف يعمل ميزانية أعتقد إن يعني اللي بيعرف يعمل ده بيحقق حاجة قدّام. بيحقق حاجة، مش بس كده، هو فرق بين حاجتين، مرتبك مش الميزانية، المرتب حاجة والميزانية حاجة. فلما تقول والله اوكي، انا لما اقعد كده احسب انا محتاج اعيش بايه، اكل وشرب ومش عارف وكهرباء والحاجات دي كلها، دي ميزانية. المرتب ميزته ان هو لو هو كمان ظبطت ده يبقى اقل من ده، وكل ما يبقى الفرق ضخم انت في طريقك انك انت يبقى عندك فايض تدخره او تستثمره. بس لما تلغي دي خالص مفيش ميزانية، إيه اللي بالنسبة لك ميزانية؟ فلوس المرتب، ما هو ده الميزانية. إمم. فانا بعيش على قد ايه اللي بيجي لي. اول خطأ استراتيجي،
للفرق بين العقليه دي والعقليه دي. يبقى العقليه اللي هي عايزه تبقى عندها حريه ماليه يعمل ايه؟ هيفرق بين الدخل اللي بيجيله وبين الميزانيه. انا هلتزم بالميزانيه، ودي ميزه بقى لما يجي لي فلوس كتير قوي انا كده دي سرعتني اوصل لهدفي، مش سرعتني ابقى مسرف اجيب حاجات مش محتاجها. ايوه فاهم انت؟ ده الفرق الضخم جدا اللي هو سرعت ان يبقى عندي اختيارات. بص كل شويه نقولها، سرعت يبقى عندي اختيارات مش العكس. يبقى اول حاجه ده بيبص لمصاريفه ولديونه بشكل مختلف. هتلاقي كمان التاني عمره ما يكون عنده عجز، دايما اللي بيجيله اكتر من اللي بيصرفه اقل من اللي بيجيله. الشخص التاني او اللي هو ما عندوش هدف وما عندوش ميزانيه بيعمل ايه؟ انا عندي بصرف اكتر من الدخل. هتلاقي دايما في تلاقي كل الدنيا كلها ايه؟ بتصرف وحته، الحته دي ما عادي، ما عارف انت دين اقدر اسدده يعني، ما فيش فيه مشكله. فده فرق استراتيجي بين الاثنين اللي هو لما نيجي نقول الديون والمصاريف. طب واخر سؤال اعتقد ان احنا كلنا عايزين نعرف اجابته، يعني ازاي بقى نعرف نوصل للاستقلالية المادية دي اللي احنا كلنا يعني شايفينها حاجة جميلة جدا انها تتحقق، ويعني احلى حاجة ممكن الواحد البني ادم يوصل لها يعني. انا عايز اقول لك ان انا كنت دايما اقول هو ايه الكفايه؟ وكنت دايما هو طبعا طبيعه البني ادم حته الكفايه دي مش موجوده، ودي ازمه. بس اللي بيعرفوا ان اللي هيحط كفايه هيرتاح وهيبقى مبسوط. يعني انت لو قلت لك اوكي انت كفايتك قد ايه في الفلوس، عمرك ما حد يعرف يقول الرقم ده كام. نادرا لما حد حسب. انت تعرف ان في علم او ابحاث ساعدت ان انت تعرف توصل لكفايتك. ايه بقى الحاجة؟ في طريقتين. يقول لك بص، الحريه الماليه انت عايز توصل لحريه ماليه، بس عشان تعرف الحريه الماليه عايز تعرف ايه كفايتك. كفايتي اعرفها منين؟ من اللي اقدر اصرفه في الشهر وابقى اوكي، ابقى مبسوط واوكي. فيجي يقول لك والله اوكي، ناخد مثال صغير. لو انا اكتشفت ان انا 50,000 جنيه 40 30,000 جنيه 10,000 جنيه ايا كان حلو، انا اوكي على فكرة بالرقم ده. ناخد رقم نقول 25,000 جنيه. فواحد ايا كان بقى الرقم، واحد هيبقى بالنسبة له مليون، واحد بالنسبة له 100,000، واحد دازنت ماتر. فقال لك في طريقتين. انت شفت ان كفايتك 25,000 جنيه في الشهر تعيش مبسوط، حلو. يا اما تضرب، اول حاجة هتضرب الرقم ده في 12، يبقى كده عندنا كام في السنة؟ يبقى في حدود 300,000 جنيه. 300,000 مش في حدود، هو هما 300,000 300. جنيه. فالطريقتين كالتالي، يا تضربهم في 25 مم. وده ينفع لناس سنهم كبير شويه. يعني يضربهم في 12 يضربهم في 25. لا انت هتضربهم في 12 في 25. في يعني 12 في 300 25 في سنة 25 يطلعوا كام؟ يطلعوا 750,000 جنيه على ما اظن. انا مش لو طلعت حسبه غلط دي عيب ان احنا معناش كالكليتر، بس هي الحدود دي فعلا 300 في 10 ب 300,000 في 20 ب 600,000. مظبوط. مظبوط. حط كمان 5 150. يعني ممكن تكون 750,000. 750 او 900 اعتقد. نضربها كده على فكره احنا قاعدين مع بعض 300 في 25 300 في 25 ب 750. يعني انا كنت صح في الاول، ما اعرفش ليه اتلخبط. يبقى انت ده كفايتك. لو انت 30,000 جنيه بالنسبه لك اوكي حلو جدا. مشكلتها الحسبه دي ما بتراعيش التضخم. اوكي، لان الفكره ايه؟ ان الفلوس دي هتاخد منها على طول فهتنقص مع الوقت، وتنفع مع سن كبير. حد وصل سنه كبير فاوكي هو مش محتاج حاجه تاني، هو كده ده الفلوس اللي تكفيه يعني somehow، يعني حتى لو ممكن يحسبها لو بقى عنده حاجه و90 سنه تمام. الطريقه التانيه الاوقع اللي هو يقول لك حسب بقى البلد اللي انت عايش فيها ومعدل الفايده فيها. فنيجي مثلا بلد زي اللي احنا فيها هناخد متوسط 10% عشان نسهل الدنيا. فيقول لك اوكي، مش انت بتقول 25,000 جنيه دي اوكي؟ شوف ال 25,000 جنيه دي ال 10% بتاعت ايه؟ اللي هي 300,000. ال 300,000 في السنة تبقى ال 10% بتاعت ايه؟ 3 مليون. مظبوط. يبقى لو انت بالنسبة لك ال 25,000 اوكي، الرقم اللي انت عايز توصل له وتستثمره او تدخره لحد ما يوصل عشان تبقى انت وصلت للكفاية بتاعتك 3 مليون. لانك اول ما توصل لهم ايه اللي هيحصل؟ ال 10% بتاعتهم هتخليك تمام. انت 25,000 جنيه بالنسبة لك اوكي، مفيش مشكلة خالص. اوكي. فدي طريقة الناس بتحسبها تعرف الكفاية. فانت بتيجي تقول والله اوكي انا عايز بعد 10 سنين والله
50,000 جنيه هبقى اوكي، حتى مع تضخم والاسعار الدبلجه اوكي. واحد تاني يحسب، يبقى الحسبه بقت بالنسبه له سهله خالص. هتاخد الرقم، هتشوف الرقم ده هو 10% بتاع انهي اصل، الاصل ده كفايتك. اول ما تعرف الاصل ده خلاص عرفته، انت عارف اسهل حاجه في الدنيا تعرف انت عايز تروح فين. فانا لو قلت لك احنا عايزين نروح اسكندريه، سهل جدا اي حد يقول لنا تروح اسكندريه ازاي، اي حد. ايوه. المشكله انت ما حطيتش هدف. دلوقتي بقى عندك هدف، عرفت الاناف بتاعك قد ايه. لما تعرفه ابتدي اصرف اقل ما بتاخد. ابتدي عيد كده تنظيم البتاع عشان بقى عندك هدف عميق، هدف اهم، عشان يبقى عندك حاجه. الحاجه دي ممكن تبقى 5% في الاول، يا اخي 1% مش مشكله، وبعد كده تزيد تبقى 5 10، كل ما تزود تبقى عالمي. في ناس على فكره 50% من اي دخل بيجي لها وصلوا للليفل ده. بتعمل بيه ايه بقى؟ هنا بقى الايه الحوار، حسب تقبلك للخطر. اللي عنده بيسموها ريسك ابيتايت اعلى هو استثمار، وافضل حاجه هو الاستثمار، لان الادخار بطيء عشان يديك اللي انت عايزه. الاستثمار طويل المدى افضل. فانت وفي ادوات كتيره دلوقتي بقت سهله، واكسسبيليتي او انك تروح لها بالديجيتال سهله. وده ياخدني برضو دايما الناس تسالني استثمر في ايه. هو السؤال ده على فكره يعني جميل قوي، بس مش القضيه في الاول تستثمر في ايه، القضيه تبني العاده، وبعد كده قراراتك هتبقى الكواليتي بتاعتها افضل مع الوقت. فلو انت قررت انا على فكره 100 جنيه، انا قررت من دخلي 100 جنيه كل، على فكره هدفعها قبل الكهرباء. احنا مره كنت لسه هقول بالظبط. ممكن نعتبرها بند من بنود الحاجات اللي لازم تطلع اساسيه كل شهر، زي الكهرباء، زي الايجار، زي اي برافو عليك. احنا قلنا عليها ادفع لنفسك قبل ما تدفع لحد. صح. يعني صح. رقي، صح. ادفع لنفسك قبل ما تدفع يعني للكهرباء. خلي نفسك اولويه. برافو عليك. فيجي الراجل اللي بقى عنده هدف ده وعارف الرقم اللي هيخليه حر ماليا، يروح واخد قبل اي حاجه. انت عارف بناء العاده دي، تخيل ان هو راح وداها مثلا في حاجات دلوقتي في البورصه، او وداها استثمار في حاجه معينه، ايا كان التفصيل ايه. طبعا التنوع مهم. في الاول في الاخر مش مشكله الكواليتي بتاعتها، انت ابتديت تبني الايه العاده. وخد بالك اي استثمار طالما لونج تيرم هياخد وقت طويل، كده كده هيصحح نفسه بنفسه. يعني التقلبات بتاعه الاستثمار مع الوقت الطويل، اللي قاعد وقت طويل مربح احسن ما انت مش داخل تستثمر 100 جنيه عايزهم بكره 400 جنيه. يعني اكيد انت هتسيبهم فور تايم يعني لوقت طويل. فاول حاجه الاستثمار، ويبقى عاده، تبقى خلاص انا هاخد جزء من دخلي ده هستثمره. تاني حاجه ان انوعه. تالت حاجه، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا، احنا حتى قلناها قبل كده، ويمكن دي تيجي خطوه كمان قبل دول كلهم. احنا افترضنا ان احنا قلناها في الحلقات فالناس عارفاها، ان اروح اقفل ديوني. لان خد بالك كلفه الديون دي سيئه جدا. يعني ممكن حتى بعض الناس تقول لهم ايه، عطلوا شويه الجزء ده، روح سدد ديونك، لان كلفه الدين مؤلمه. صحيح. طبعا اللي هو ايه قبل ما اسدد كمان اوقف دين، يعني اللي هو اناف از اناف، خلاص كفايه. وخصوصا ان الدين بيبقى عليه انترست، مظبوط. فهو يعني شغال ضدك، مش بس في المبلغ اللي انت يعني، لا ده هو بيتراكم عليك نسبه من الخساره مش كويس. انت قلت جمله مهمه جدا. انت تعرف انا حسبت مره حسبه لواحد بياخد فلوس، نتخيل ان هو بياخد 20,000 جنيه في الشهر مثلا. انت عارف الراجل ده بيشتري موبايل بالقسط، وبيشتري حاجات كتيره بالقسط جدا، ومعدل 15%. انت عارف الراجل ده لو يعني بعض الحسابات كده ممكن تلاقيه بيكون بيدفع في الشهر 3000 جنيه. انا بقول ايه بقى، المديون مرتبه اقل. لان خد بالك انا باخد 20 وانت بتاخد 20. لو انا بدفع فايدة الدين 3000 جنيه، انا مجهودي بعت منه حوالي 15% من مجهودي، عشان حاجة واحدة بس، عشان ما قدرتش اسيطر على نمط استهلاكي، بس مش اكتر. تخيل انت في الشغل جم قالوا لك انت نزلت 15%، انت بدل ما تاخد 20 انت ممكن تذبحهم، انت ممكن تقلب الدنيا. بس انت على فكرة اللي بتعمل، انت كل شوية اللي بتعمل كده في نفسك. يعني الناس تسعى ان هي تترقى، وانت بسلوكك الغلط او احنا بسلوكنا الغلط ممكن نلاقي نفس تعبي زميلي، عشان هو ليه طريقة استهلاك معينة مختلفة عني، فلوسه اكتر مني اللي بياخدها، لان هو بيشتري نفس الحاجات اللي انا بشتريها، بس في اوقات مختلفة بظروف مختلفة، وعنده صبر شوية في حاجات مختلفة، بقت فلوسه تجيب حاجات اكتر من اللي انا بقدر اجيب بفلوسي، وهو بناخد نفس الفلوس. اللي عليهم دين دخلهم اقل من اللي معلهوش. ليه؟ لان انت بتدفع ثمن دخل اللي هو كلفة الدين ده.
فبالتالي اللي عايز حريه ماليه يقاطع الدين قولا واحدا، يقاطع الدين، مفيش دين، ده يعني مفيش فيها خصوصا في الحاجات الاستهلاكيه. خصوصا في الحاجات الاستهلاكيه. جايز لو في دين في حاجه اسيتس ليها فاليو بيعلى ممكن اوكي مفيش مشكله، بس ان جنرال احنا ما بنشجعش الدين. مظبوط. ولكن لو دين استهلاكي يعني ممنوع خلاص، ده بره الليله. يعني انت بتقول لي ايه الفرق بين العقليتين؟ ده ما بيدينش عشان استهلاك، ده ما بيدينش، هو عنده هدف اكبر من الاستهلاك. هتقول لي اصل ده شكله حلو، اللبس ده حلو، البلده دي، ال الجيبه دي او الشنطه دي. لا، اللي عنده هدف يبقى عنده اختيارات، عارف بيتعامل مع فلوسه ازاي. ولذلك احنا ساعات نسميها البركه. ده فلوسه فيها بركه وده ما فيهاش بركه. لا، هي حقيقي ده فلوسه اقل من ده، لو حسبتها كمان بحسبه بالكالكوليتر، ده الراجل دفع بيدفع فوائد قد كده لكل في الدين، ده ما ينفعش. ولما تيجي تبص، احنا حتى قلناها في حلقه من الحلقات، على فكره بعد ما بنشتري الحاجه بنقعد نبص لها كده، انت ساعات ما بتستخدمهاش. ايوه صح. ليه؟ طب انا اشتريتها ليه؟ طب هو انا من غيرها كان ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. أيوة. ولذلك انا اسف يا عمر بقى للجزء ده، اللي عنده دايما مرجعيه في اي حاجه بيشتريها، اللي هو خلاص انا قررت ابقى حر ماليا في الوقت، خد بالك بقى عنده درايف، بقى عنده جول سهل عليه ياخد القرارات، عكس اللي ما عندوش. هو كل شويه وبنقولها، مين اللي بيتحكم فيه؟ الناس اللي زي حضرتك كده بتوع الماركتينج، دول معلمين يعرفوا انت قبل ما تجيب الفلوس انت عارف هتصرفها في ايه بقى. خلاص انا شفت دي ودي 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 فرص ضايعه مش عايز اضيعها من حياتي، لان دي هتخليني محبوب ومحترم اكتر وهم بيقولوا لي انا استحق والحاجات دي كلها. مظبوط. مظبوط. ما هو يعني ده حقيقي، يعني احنا ضحايا الماركتير. مظبوط. لا مظبوط. اوكي بقى، انا بقولش هم شغلهم، ده لا. شغلهم وكل واحد شاطر يعمل كده، بس بقول احنا كمان لو احنا عندنا اهداف هنقدر ما نقعش في الفخاخ دي. هدفي اعلى، انت متخيل؟ انا معلش هطول في الحته دي شويه. انت عارف عشان كده يقول لك الناس اللي عايزين حريه ماليه بيعمل ايه كمان؟ بيقول لك انا البيزكس اللي عايش على ان انا بفاليو حاجات اكتر. انا فاليو ان انا اقعد مع عمر النهارده ومش عايز اروح الشغل، بالنسبه لي هبقى سعيد، هبقى عايش مثلا. انما لو انا ما عنديش الاوبشن ده، معلش يا عمر، انا عندي وعندي كمان مدير رخم لازم اروح له كمان، ما عنديش، لان انا ضيعت عمري كله اشتري كل اللي عايزه ونفسي فيه، سواء كنت محتاجه او مش محتاجه، وما عنديش هدف خالص ان انا اجي في يوم اقول لا انا عندي هدف ما هو اكبر من ده، اعيش حياتي. انت عارف ده لما بيتحط وهو ده بقى هنا بقى نسبي، زي ما قلت لك، انا بدل ما اقول بقى انا عايز ابقى غني، انا عايز ابقى مستقل ماديا، عايز ابقى عندي اختيارات مادية، بقت سهل. انا بالنسبة لي 10، انت بالنسبة لك 100,000 جنيه في الشهر، واحد تاني بالنسبة له مجرد انك حطيت الهدف هتعرف توصل بس. دي طبعا مش كل لان ده موضوع كبير، بس احنا بنقول بدايتها ان هو يبقى مفيش ديون، بدايتها ان هو يصرف على اقل من قده، بدايتها ان انا استثمر واستثمر باستمرار، بقت عاده عندي كل شهر ايا كانت المبالغ وتزيد مع الوقت، بدايتها ان انوع في استثماراتي. كل دي بدايات تؤدي في الاخر اللي انا اروح. احنا اتكلمنا بقى في حلقه على حاجه اسمها الكومباوند افكت او التاثير التراكمي. تعالى بقى الارقام الصغيره اللي انت مستهتر بيها دي هتوصلك على فكره اللي انت عايزه، لان في حاجه اسمها حاجه ماجيك كده، حاجه سحر اسمها التاثير التراكمي للاستثمار، ده هيوديك بقى في الحته اللي انت عايزها لو فضلت منتظم زي ما كده تدفع كهرباء والميه وكل حاجه انت عليك والايجار بانتظام، هتوصل بقى لهدفك ده، وهتبتدي كل شويه تقول ايه، طب ده انا عندي مساحه هنا، هو انا على فكره ليه بدفع اشتراك اللي هو المنصه دي اللي هي الانترتينمنت وانا ما بتفرجش عليه؟ ده انا هاخد الرقم ده عشان انا احطه هنا مكانها عشان اوصل اسرع. طب هو انا ايه حكايه البتاع ده؟ طب ما انا ما بستخدموش. طب انا لسه شاري على فكره، يعني انا اقول لك على حاجه ساعدتني شويه، اللي هو فكره ايه، في اوفر اللبس ده نازل 70%. ايوه سوات ايه انا مالي، انا مالي 70% مش علشان ولا نزل 90%. بالظبط. تخيل احنا بناخد قرارات عشان كده سواء محتاجينه او مش محتاجينه. لا، انا الفلوس دي هحطها عشان انا عندي هدف اهم، لاصحابه ان شاء الله يبقى حلوين ليهم وكل حاجه، انا مش محتاجه، انا عندي نفس اللون وعندي كل حاجه. وخلي العقليه دي تبقى موجوده مثلا في ان انت لقيت فرصه استثماريه حلوه ما تتعوضش، بدل ما لقيت تيشيرت عليه 70%. هو ده بالظبط كده، بالظبط. انت بتلاقي اللي هو ايه،
احنا هنسيب الاوفر كده يعني اللي هو يعني هنسيب يعني ايه يعني حاجه حرام مثلا؟ ما انا مش محتاجه، يعني انا مش محتاج الموضوع اللي اعمله ليه. فدي اللي تودينا وتخلينا نروح اوصل للموضوع ده. وخليني اقول لك على حاجه، ده من اجمل المواضيع اللي انا اتكلمت فيها في محسوبه صح، لان بدايه المواضيع هنا، وانا دايما بقول الفلوس والفقر والبحبوحه والوفره هنا صحيح. بتبتدي هنا. انت هتتعامل مع فلوسك بقرارات بتطلع من هنا، ملاش علاقه على فكره. انت ممكن بسبب هنا الدنيا تبقى شكلها مظلم عند كل الناس، بس هنا ينورها. وممكن تبقى الدنيا حلوه وزي الفل، بس هنا مظلمها مش شايفها. فغير من طريقه تفكيرك، غير. احنا دايما بنقول ايه، احنا ما حدش علمنا في المدارس ازاي نتعامل مع فلوسنا، وده علم مهم جدا جدا. علمونا ازاي ناخد علم مهم ناخد بيه شهادات عشان نكسب. ايوه كسبنا بقى نعمل مع الفلوس ونروح نشتري بيها حاجات. احنا كنا عايزين حد يعلمنا اتعامل معها ازاي، اعمل بادجت ازاي، اعمل صندوق طوارئ ازاي. وده اتكلمنا فيه في الحلقات وبنفضل نتكلم فيه. ازاي زي الكلام اللي قلناه النهارده، ازاي اما يبقاش عليا ديون، ازاي الديون الاستهلاكيه دي امنحها تماما تماما، ازاي استثمر. ومهم ان انا استثمر من بدري واستثمر على مدى طويل. وهنتكلم واحنا اتكلمنا في، وهيبقى في عندنا حلقات هنتكلم على دوت. بس اهم حاجه النهارده ليه سعيد بالحلقه دي معاك عمر، احنا بنتكلم في المايند سيت، ودي مهمه جدا بالنسبه لي. انا سعيد جدا ان احنا اتكلمنا انا النهارده سعيد مع جدا بعضين. انا كمان بجد. والكلام يعني اعتقد الكلام اللي اتقال النهارده مفيد جدا لناس كتيره محتاجه تسمعه. ده حقيقي، ده ولو حقيقي. لو الناس مشيت بيه اعتقد يعني هيحصل فرق حقيقي في ده حياتهم. هيحصل وده حقيقي، وده احنا بنتمنى ان ناس تستفيد. وهدفنا كله زي ما قلنا صحة مالية، عافية جدا. وهنفضل مع محسوبة صح، دي رسالتنا وده اللي هنكمل فيه. وان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية. شكرا يا عمر. شكرا.